السلام عليكم ورحمة الله. في القرن السابع الميلادي الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يراسل زعماء العالم علشان يدخلوا في الإسلام، وكان من ضمن الزعماء دول الإمبراطور الروماني هرقل، والرسول بعت له رسالة وكان مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. مين بقى الأريسيين دول اللي هرقل هيشيل اسمهم؟ وإيه علاقتهم بشهود يهوه؟ وإيه هو بقى إنجيل برنابا؟ هقول لكم. أمال أنا جاية ليه يعني؟ بس ثواني كده للإنترو، دعم بقى لأختكم لايك وكده يعني. أهلا بيكم، أنا نور عجلان وأنتوا دلوقتي في بنك العلم. أتمنى لو استفدتوا أي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. سنة 270 ميلادي اتولد طفل اسمه أريوس في ليبيا، وأريوس ده بقى درس اللاهوت في مدرسة اسكندرية اللاهوتية في مصر، وتأثر بفكر القس أورجن اللي كان متأثر بالفكر الأفلاطوني. بعدها طلع على أنطاكيا وتأثر بأفكار أرسطو، وتعلم هناك على إيد القس لوكانيوس اللي كان مؤمن بوحدانية الله. وبعدها رجع أريوس لاسكندرية تاني سنة 310 ميلادي، وبقى شماس في الكنيسة، وبدأ يشق طريقه علشان ينشر افكاره. هو كان موهوب في الخطابه وفصيح اللسان، وبيقدر يوصل افكاره بسلاسه للمتعلم والجاهل. وبقى اريوس ايقونه للتوحيد، لدرجه ان كل اللي جه بعده وانكر التثليث كانوا بيقولوا عليه اريوسي. اريوس كان متحمس جدا وبيبتكر اساليب جديده علشان يقنع الناس بعقيدته ان يسوع مخلوق ومش الاله الكامل ومش ند لربنا. واللي ساعده على نشر عقيدته ان كان بيظهر عليه الورع والتقوى مع التعفف عن الذنوب وحبه للنظافه. طب هي عقيده اريوس دي بقى بتقول ايه بالظبط؟ بتقول ان الله واحد، فرد غير مولود، ومحدش بيشاركه شيء في ذاته تعالى، في كل مكان خارج عن الله الاحد فهو مخلوق من لا شيء وباراده الله ومشيئته. وده معناه ان المسيح بشر مخلوق، مش ابن الله ولا اله كامل. مذهب اريوس مش بيعترف بالوهيه المسيح المطلقه، وبيقول ان الابن اللي هو الكلمه او المسيح مش اله، وان علاقته مع الاب اللي هو ربنا فده علاقه بنوه ومش مساواه ولا مشاركه في ذات الطبيعه الالهيه. وبكده فالكلمه مش ازليه، هي مجرد مخلوق خاضع لله. يا عم اريوس غلبت امي، منين بتقول الله خالق ومنين بتقول الاب والابن؟ ما هو كلام المسيحيين اهو، وترجع تقول علاقه بنوه. اريوس واتباعه مؤمنين انه مستحيل يكون فيه غير اله واحد، وان المسيح اتخلق في وقت معين مش معلوم، ولازم يكون زي كل المخلوقات معرض للتغيير وللخطيئة. الكنيسة الأرثوذكسية اعتبرت أريوس زنديق وبيشكل خطر على العقيدة المسيحية طول ال10 قرون الأولى من تاريخ المسيحية. المجمع المسكوني في النقية اجتمع وقرر رفض مذهب أريوس، وحط القسم الأول من قانون الإيمان اللي بيقر بألوهية المسيح وإنه مساوي للإله الأب، وأعلنوا حرمان أريوس وجميع أتباعه من دخول الكنيسة سنة 325 ميلاد، واعلنوا ان العقيده اللي اقرها اباء الكنيسه في مجمع النقيه هي العقيده الرسميه للامبراطوريه كلها. بس ده ما وقفش انتشار الاريوسيه بين المسيحيين. المجمع كمان ارق دم اريوس وحرقوا كتبه وسموا مذهبه بدعه اريوس، فهرب على فلسطين عند قس صديقه اسمه يوسابيوس، وده ابو التاريخ المسيحي. وموقف يوسابيوس المعتدل من اريوس اللي هو لا رافض ولا موافق اريوس خلى الكنيسة عاقبته هو كمان وحرمته من دخول الكنيسة. وبعد فترة من موت أريوس سنة 336 ميلادي تم العافية عن يوسابيوس. ورغم ده كله العقيدة الأريوسية لقت أنصار كتير جدا في اسكندرية وبلاد تاني، والإمبراطور الروماني قسطنطين الثاني أعلن إنه أريوسي. ومن أول سنة 359 بقت الأريوسية هي الأصل مكان المسيحية الرومانية المؤمنة بالثالوث، رغم رفضها في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادي. واستمرت الأريوسية بقى تنتشر لحد ما جه القرن الخامس الميلادي، وجه القديس أغسطين وأقر مبدأ الثالوث. وقتها كانت كل أسقفية في العالم المسيحي يا أريوسية يا فاضية وما فيهاش حد. ومذهب التوحيد الأريوسي كان منتشر جدا في الشام وشمال الجزيرة العربية. وفي زمن البعثة النبوية في القرن السابع الميلادي كان المذهب الأريوسي هو المذهب المتبع في مصر وقت الفتح
الفتح الإسلامي، وده سهل على المسلمين دخول مصر بسهولة، والمسيحيين المصريين دخلوا الإسلام بسهولة لأنه دين توحيدي خالص، لأنهم وقتها كان بيتم تعذيبهم من الإمبراطورية الرومانية اللي كانت مؤمنة بالثالوث. بس المذهب الأريوسي مفضلش زي ما هو، اتغير واتبدل لحد ما تم طمسه ورجعت الكنيسة تاني تتكلم بالثالوث المقدس. أقرب مذهب للمذهب الأريوسي حاليا هو جماعة شهود يهوه، لأنها بتستخدم نفس أفكار أريوس وبيستخدموا نفس المقاطع الكتابية وبينادوا إن المسيح مش هو الله بس إله، وهو مش واحد مع الله في الجو بس مخلوق من مخلوقات الله لأنه بكرة الخلاق. الله؟ طب والحن والمن والجن وآدم وحواء راحوا فين؟ نكمل كلام شهود يهوه. الله الأكبر خلق الإله الأصغر ومش متساويين. كملها الأسود والحيوانات، هي كانت سهلة وواضحة، هو أنا لازم أتفزلك مني لله وربنا. في كتاب النصرانية والإسلام أن قرارات مجمع نقية بتنص على إثبات ألوهية المسيح وتكفير اللي بيقول إن المسيح إنسان، وعلى تكفير أريوس وطرده وحرمانه من عضوية الكنيسة وحرق كل الكتب اللي مش بتقر بألوهية المسيح وتحريم قراءتها. ومن الكتب دي أناجيل فرق التوحيد اللي بتقر ببشرية المسيح وبتقول إنه رسول وبس. ومن الأناجيل دي بقى إنجيل برنابا الكنيسة بتقول عليه مزور وكله أخطاء تاريخية وجغرافية وملوش أي علاقة بالمسيحية. في كتاب منهجية جامع السنة بيقول إن أتباع أريوس لحد القرن الخامس الميلادي بيشكلوا مجموعة كبيرة قوي، فقرر بقى أنصار الثالوث عقدوا مؤتمر في كاليسدون في آسيا الصغرى علشان يردوا الأريوسية ويأكدوا تاني على ألوهية المسيح، لأن الآراء اختلفت وبقت الأفكار متضاربة والصراعات كترت بين الطوائف الأريوسية نفسها ومع عقيدة الثالوث كمان، ومش كل النصارى مقتنعين بألوهية المسيح. فالمؤتمر ده أقر عقيدة الصلب كأساس للديانة المسيحية. طب ليه بقى الرسول عليه الصلاة والسلام حمل هرقل ذنب الأريسيين؟ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل فيها دليل قاطع على إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف لما بعت رسالته إن فيه كتير من الرومان في الإمبراطورية الرومانية اللي بيحكمها هرقل موحدين وبيتبعوا مذهب أريوس. طب دي بقى الرسول عرفها عشان هو رسول؟ في الحقيقة لا، هو عارفها لأنه كان بيتاجر وبيروح الشام قبل البعثة والمذهب كان منتشر وكل المنطقة عارفة بوجوده. علشان كده الرسول حمل هرقل مسؤولية الاسم اللي هيحصل لو ما دخلش الإسلام، لأن عدم إسلامه هيخوف الرعية من دخول الإسلام. الناس على دين ملوكهم. بيقول اليعقوبي في كتابه تاريخ اليعقوبي إن هرقل لما استلم خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام فرد عليه وقال له: إلى أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى من هرقل ملك الروم، جاءني كتابك مع رسولك وإني أشهد أنك رسول الله، نجدك عندنا في الإنجيل وبشرنا بك عيسى ابن مريم، وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم، ولو أددت أني عندك أخدمك وأغسل قدميك. فقال رسول الله: يبقى ملكهم ما دام كتابي عندهم. نكمل. الأريوسية بعد مجمع القسطنطينية الأول انقرضت من الشرق بس فضلت في الغرب، بالذات بقى في ألمانيا وبعض مناطق البلقان، لأن ملوك القوط الشرقيين فرضوها على القبائل اللي كانوا بيحكموها. في باحثين رأيهم إن أريوس كان موحد باعتباره حصر صفات الألوهية المطلقة في شخص أو أقنوم الأب بس، ولكن أغلب الباحثين رأيهم إن أريوس صحيح حصر الألوهية المطلقة في أقنوم الأب بس برضه اعتبر الابن إله ويستحق العبادة، واعتبر الروح القدس إلهة ومأمورة ملهاش قيام مستقل. وبكده تبقى الأريوسية طبقت الفلسفة اليونانية على المسيحية، لأن الفلسفة اليونانية فيها أنصاف آلهة وأشباه آلهة زي جلجامش مثلا. الأريوسية كانت أول تحدي يواجه المسيحية من أول ما خدت الصفة الرسمية في مرسوم ميلانو سنة 313 ميلادي، وده في عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني، وبرضه اعتبروها أعظم جدل لاهوتي في تاريخ المسيحية. أنا طرحت الموضوع بحيادية، أتمنى تشاركوني رأيكم في التعليقات. وبس كده خلص موضوعنا النهاردة. أتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.